زي ما شايفين كده الحياة هنا بسيطة. الناس واقفة على العربية تجيب القهوة بتاعتها وبتتمشى، راكبين عجل، الناس فرحانة هنا. الحياة بسيطة والناس بتستمتع بالإمكانيات الموجودة عندهم. زي ما شايفين كده الطبيعة اللي ورايا بحيرة مالطا، واحدة من أجمل الأماكن السياحية هنا في مدينة بوزنان. طول البحيرة 2 كيلو و200 متر وعرضها 460 متر. مدينة بوزنان هنا مدينة صغيرة مش كبيرة، وعشان توصل لبحيرة مالطا بالظبط من السنتر 3 كيلو، فأنت مش محتاج أي مواصلات. أنت ممكن تتمشى المدينة كلها على رجلك، لأن معظم الأماكن السياحية قريبة من بعض. زي ما شايفين كده في قطر صغير بياخدك لفة حوالين البحيرة. سعر التيكت رايح جاي 30 زلوتي، يعني حوالي 8 يورو. ممكن تنزل تقعد شوية هناك، في زو بارك كمان ممكن تزوره، وبعد كده تاخد القطر اللي راجع. الحياة ساعات بتوقفك قدام لحظة مميزة، لحظة تشوف فيها الجمال اللي على طبيعته، صوت المية، هدوء السماء، وحبة الهواء اللي بيخليك تحس انك عايش بجد. خد وقتك، غمض عينك واستمتع، لان اللحظات دي هي اللي بتدي للحياة معنى. رحلة القطر رحلة عالمية، وجابنا هنا عند زو بارك. هندخل ونكتشف الحديقة مع بعض ونشوف المناظر الطبيعية والجميلة والحيوانات الموجودة هنا في بولندا. سعر التذكرة 10 يورو للفرد. شايفين الحديقة قد ايه؟ اكتر الحاجات الحلوة بقى اللي رسمين لك الحيوانات، فانت عارف انت رايح فين وجاي منين. هنا موجود البغبغانات، ده نوع من انواع الماعز، ده لا مؤاخذة كده الحمار. بصوا بقى هتلاقوا ماشي كتير هنا في الحديقة. دب على بعد 1000 متر من هنا، وفي اسود كمان. فيلا بينا. اجواء جميلة جدا، الشمس طالعة، الجو حلو، تقدروا تتمشوا براحتكم. الحديقة هنا ما فيهاش اي ريحة خالص. ده نوع من انواع النسانيس. الحديقة هنا كبيرة جدا، فاعملوا حسابكم لو جيتوا بوزنان هتمشوا كتير جدا. في اماكن حلوة هنا زي دي، تقعدوا تشربوا قهوة، تاكلوا وانتوا ماشيين داخل الحديقة. تلاقوا بحيرة زي دي وراكم. اجواء جميلة جدا، بيفكرني بايام الطفولة والله. عايز اقول لكم ان تقريبا الموضوع خطر هنا شوية، لان بص الصورة دي والحيوانات قدامنا على طول. الدبة نايمة، مشيت للدبة كيلو ونص وفي الاخر تبقى نايمة. بالو يا ولدي، انا دلوقتي في بولندا في جنينة الحيوانات، ولقيت دبة اسمها بالو. تشتري الدبة ولا ايه يا بالو يا ولدي؟ الحديقة حلوة جدا وكبيرة، بس فيها مشكلة واحدة، ان الحيوانات بعيدة عن بعض، ومعظم الحيوانات دلوقتي نايمة. الجو حلو والشمس طالعة، فالحيوانات كده اخدة فترة قيلولة ونايمة، بس طبيعة مفيش بعد كده الصراحة. هي الحديقة امان وكل حاجة، واكيد عاملين حسابهم، بس في احساس جاي لي كده ان الحيوانات بيني وبينها مفيش، يعني اللي هي ممكن تطلع في اي لحظة تحضني، بس مش دي يعني، ده هو احساس عندي انا بس. هي الحديقة طبعا متأمنة وكل حاجة وكاميرات، والدنيا امان جدا.